في ناس كتير جدا تقول لك كفايه اسفلت، كفايه اسفلت. فانا حبيت اشارك معاكم الاسفلت هنا في انجلترا. خليني اقول لك ان هنا في انجلترا هي مش فكره اسفلت على ما هي فكره تنظيم ونظافه. خد بالك كده من الشوارع، خد بالك من اشكال البيوت والتنظيم بتاعها. لو واحد داخل بيعملوا له رصيف ازاي، عواميد النور اماكنها فين، الناس بتركن ازاي، الحدائق اللي قدام البيوت الصغيره ديت، الصرف اللي بيكون موجود في الارض. الشوارع وانت ماشي هتحس ان هي متنظمه. جنينه زي دي مش هتلاقي محلات في مناطق سكنيه، يعني دي منطقه ايه؟ سكنيه. هتاخد بالك من البيوت، من الناس راكنه، من كل حاجه شكلها عاديه جدا، مش منطقه زحمه. فممنوع ان واحد يجي تحت البيت مثلا زي ده كده ويقول لك انا هاخد حته لبره وافتح فيها محل مش عارف ايه، ما ينفعش. فهي مش فكره اسفلت، الناس كلها تقدر تعمل اسفلت، لكن التنظيم حاجه زي كده. مين اللي بيهتم بالسور ده؟ صاحب البيت، بيقصه وينظمه بيت زي ده بالباركينج بتاعه. فلما تيجي تبقى ماشي في منطقه سكنيه زي كده، مش فكره اسفلت، لان هو الاسفلت ممكن تلاقي حاجه زي كده عادي جدا يعني، ولكن في الاجمالي انت بتبص شايف المناظر عامله ازاي، التنظيم والنظافه. انا سامع صوتي جامد جدا، المنطقه دي هاديه جدا جدا جدا. بص البيوت، السور بتاعه عامل ازاي، يدهنه، جراج مهتم، وكل واحد واهتمامه ببيته. مفيش ورق في الشارع، مفيش حاجه، ولكن ديت منطقه تعتبر سكنيه. خلينا بقى نروح منطقه زحمه ونشوفها عامله ازاي. طبعا اعتقد كلنا متفقين ان كل ما زادت الزحمه بتاعت الناس كل ما ظهرت العشوائيات، وهتشوف كل حاجه على طبيعتها. عشان كده من اكتر المناطق ازدحاما في لندن تحديدا خلينا نشوف الاسفلت. بص بقى، عربيات كتير، محلات كتير، بس الدنيا ايه؟ منظمه، مش فكره اسفلت وخلاص. الشوارع الناس ماشيه حركه بطيئه جدا بس تنظيم. الحارات متنظمه، حاره للعجل زي ما انتم شايفين، الصرف في الارض. الرصيفة اللي موجود عليها المحلات مش هتحس فيها بعشوائية، مش بقى ده فارش مش عارف ايه وده راكن عشان ينزله مش عارف ايه. مفيش الكلام ده، في حركة بطيئة بس في انسيابية والتنظيم ماشي. محطة زي الباص اللي جاية دي زي ما انتم شايفين رسم لهم في الارض ان دي محطة الباص او دي حارة الباص، عشان يجي ياخد الناس ويبتدي يتحرك بيها مباشرة. المحلات كتيرة بس الرصيف بتاعها نضيف، مفيش حد فارش طالع، كل حاجة كده هتحسها منظمة نوعا ما وبسيطة نوعا ما. مش فكرة اسفلت وان انت تعمل رصيف كويس وان انت تعمل حاجة زي كده. الثقافة ذات نفسها بتاعت الناس بتنعكس على المواضيع ديت. خلينا بقى كده نروح نشوف منظر تاني مختلف عن ده بقى، وبرضه هنروح منطقة سكنية في بلد تاني. وزي ما انتم شايفين الشوارع مش متسلفتة. انا هسيب لكم القرار ليكم والحكم بتاعكم في التعليقات. طبعا في اراضي فاضية برضه، منطقة سكنية هادية مفيش زحمة، بس هتلاحظ بقى الزبالة اللي موجودة على الشمال، عواميد النور الكابلات بتاعتها كلها مكشوفة، مفيش اسفلت في الارض. العشوائيات بتنتشر بشكل كبير جدا. بلاعة زي دي قدام شوية هتلاقيها مفتوحة ومتحوطة بشوية طوب. فهي مش فكرة ان انت تيجي وتقوم عامل الشارع ده اسفلت، هي فكرة التنظيم اللي انت شفته في اول الفيديو واختلافه عن المنظر ده. انت بقى تحكم وتقول لي رأيك في التعليقات. وخلينا نروح على شارع رئيسي. دلوقتي طلعت على شارع رئيسي، ونوعا ما الشوارع الرئيسية بتكون أحسن من الشوارع الجانبية، ومع ذلك بتلاقي برضو التراب في كل حتة على أجناب الشوارع، مفيش نظام خالص زي ما احنا شايفين. فبتلاقي إن الموضوع هنا نوعا ما النظام هو اللي بيتحكم فيه، مش أي حاجة تاني. لكن في جميع الأحوال حتى لو الشوارع الرئيسية برضو بيكون فيها خلل كبير جدا.